على غرار متاحف الشمع العالمية، قرر فنان النحت المتخصص في الصلصال محمود رضوان إنشاء أول متحف للصلصال يضم مجموعة من أبرز الشخصيات المصرية والعالمية، وكذلك أحداث ولحظات تاريخية كلها من خامة الصلصال. وفي هذا التقرير سنتعرف معا على قصة هذا المتحف، ونتعرف أيضا على قصة فنان النحت الشاب بالصلصال محمود رضوان. مع بداية العام الجديد افتتح الفنان الشاب محمود رضوان هذا المتحف للصلصال بعد أن تأجل حلمه عدة أعوام بسبب الأحداث والظروف التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية. كان معرض بس ما كانش فيه الشخصيات الكتير اللي معمولة دلوقتي، وما كانش فيه استوديو انيميشن، وما كانش فيه الديكور بتاع الانيميشن، وما كانش فيه حاجات كتير قوي اتعملت فيه. فقررت ان انا لما اعمله بشكل متحف اكبر، بحيث ان الناس تقدر تتفرج فيه بشكل دائم، وتقدر انها تيجي في اي وقت تشوف الفن وتدي فيه روحها الابداعيه اللي هي ممكن تدي فيه اي كومنت او تشوف رايها في اي حاجه. ويعترف محمود بالفضل في ظهور هذا المتحف للدكتورة هناء رافع، وهي مستشارة تربوية قضت عمرها في تعليم الأطفال، ورأت في محمود موهبة تستحق الرعاية والمساعدة، فخصصت له هذا المكان لإقامة متحف للصلصال ومدرسة لتعليم الأطفال هذا الفن الجذاب. شفته في التلفزيون برضو مرات، فطبعا اتعرفنا عليه وحبيت، يعني معجبة جدا بشغله، هو موهوب فعلا. يعني عرضت عليه ان هو يعرض انا المكان ده عشان ايفنتس او بعمل فيه ندوات او صالونات برضو ثقافية. فطبعا حبيت اني انا اشارك يعني في ان يكون الاعمال بتاعته. كان هو عايز يشوف مكان يعرض فيه حاجته، فانا طبعا يعني شجعته وقلت له يعني المكان تحت امرك. أغلب الشخصيات بهذا المتحف للصلصال هي شخصيات تاريخية أو سياسية قرأ عنها محمود جيدا وشاهد لها عشرات الصور. كل شخصية فيهم أنا قررت إن أنا أقرأ عنها كويس جدا. يعني كل شخصية عشان تتعمل خدت وقت كتير جدا في العمل، نتيجة إن أنا مثلا عشان أطلع الوش بتاعه لازم كنت أقدر أنزل صور كتير جدا من على النت عشان أقدر أعمل له فايل عندي أقدر من خلاله أشوف ملامح وشه. بعد كده من لبسه ومن طريقة القراية أو الكتابة اللي مكتوبة عنه في الواقع، ببدأ إن أنا أحلل شخصيته، وقفته، مشيته، إيه الهدف اللي هو بيعمله في حياته. فكل شخصية أنا عملت ده فيها. ويقول محمود إن الفارق بين خامة الشمع وخامة الصلصال كبير، مؤكدا أن الصلصال يتيح أكثر للفنان إبراز قدراته، خاصة في الأحجام الصغيرة التي تستغرق وقتا ومجهودا أكثر من الأحجام الكبيرة. الشمع معلومات صغيرة عنه إن هو لو في شخص الفنان نفسه حقيقي عايش، بيتعمل من وشه اسطمبات، وبعد كده بيتصب جواها الشمع بشكل معين ويبدأ يتنحت. لكن في الصلصال مفيش عندنا اسطمبات لأن أحجام صغيرة، فدي ميزة فيها إن هو صغير، فهاند ميد 100%، مفيهوش أي حاجة من الواقع. إمكانياتنا مفيهاش الإمكانيات الصناعية، مفيهاش، يعني مش عايز أقول إن فيها آلة صناعية بتخش فيها. ويسعى محمود بالتعاون مع الدكتورة هناء إلى إنشاء مدرسة لتعليم فن الصلصال للأطفال والكبار. نعمل مدرسة صلصال. عايزين نقدم للأطفال خدمة جميلة ونجيبهم يمارسوا يعني النشاط الجميل ده باستخدام الصلصال. ممكن كمان يبقى فيه قصص، يعني كمان نستخدم في ان احنا الاطفال بنحكي لهم قصص فيها مثلا ethics، فيها معنويات، فيها اخلاقيات، فيها imagination. اتمنى ان هو ما يوصلش عند الاطفال بس، يعني الليميت بالنسبه لي مش للاطفال بس. يعني وعلى سبيل المثال ان في مثلا دكاتره اسنان بيجوا كتير عندنا يحاولوا ان هم يصنعوا الحاجه بالصلصال، يصنعوا مثلا الفم والاسنان بتاعته بالصلصال، ويدركوا احجامها ويستخدموا التولز بتاعتنا، ويبداوا ان هم يصلحوا حاجات في السن، فيدركوا شيء هم ما كانوش مالكينه بايدهم، ان هم يصنعوا الحاجه من اولها لاخرها. رغم عمره الصغير إلا أن خبرة محمود في فن الصلصال كبيرة، بدأت معه وعمره 3 أعوام، وكبرت الهواية بالاهتمام والمتابعة سواء من الأهل أو من شخصيات أخرى عديدة لم تكن تعرف محمود،
لكنها اقتنعت بموهبته وساهمت في تنميتها وإقامة معارض له وتعريف الناس بفنه. فن النحت بالصلصال هو فن للخيال، يتيح إمكانات مدهشة وأفكار خلاقة سواء للأطفال أو للطلبة أو في مراحل العمر المختلفة. ويطمح الفنان الشاب محمود رضوان في أن يأخذ هذا الفن مزيدا من حقه في الاهتمام والانتشار. أسامة عبد المقصود لبرنامج إخباريات القاهرة.